السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. هنعمل مع بعض الحمص الشامي الجميل. طبعا الجو برد قوي، محتاجين بقى نتدفى كده. خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين، ده احنا في امشير. تعالوا بقى صلوا على رسول الله، وتعالوا نشوف سر اللون الاحمر بتاع حمص الشام بتاع العربيات. صلي على رسول الله ونروح على الفيديو على طول. نسيت اقولك، لو اول مره تشوفي قناتي احب اعرفك بنفسي. انا صافي من قناه ملكه في بيتك. يشرفني تفعلي الجرس ليظهر لك كل جديد. هنا معايا ربع كيلو من الحمص الشام. انا نقعته في ميه سخنه. جبت ميه من الكتل وحطيت كده على الحمص. طبعا بعد ما نقيته وغسلته ضفت عليه ميه سخنه وسبته لمده ساعه بس. هي ساعه واحده بس. وبدأت بقى كده اهو. شطفته برضو كويس وضفت عليه فصين توم حلوين. وكمان هروح بقى على البوتاجاز، هضيف عليه ملح وكمون. احب اذكرك دايما انك تذكري الله. هضيف بقى شوية كده من الملح. طبعا بعد ما اخلص هدوق كده واشوفه محتاج ولا لا. فريدة بتقولي لا. كده اهو، ملح وكمون. ورحت بقى على البوتاجاز على طول. وما تنسيش الثوم. وهبتدي بقى اقلب كده اهو كويس. لازم نشوحهم مع بعض، بتلاقي بقى ريحته خطيرة. عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت خالص لما تنقعيه في ميه سخنه. مش هياخد معاكي وقت نهائي. واهم حاجه هقولك عليها برضو واحنا ماشيين مع الخطوات. هنا بقى بشرت طماطميتين كده، وبدات انزل بيهم على الحمص واشوح برضو فيهم كويس. التوم مع الطماطم مع الكمون بقى مش قادره اقول لكم على ريحته وجماله. هفضل بقى اقلب فيه كده واشوحهم مع بعض لحد ما تلاقوه احمر معانا. وبقى كمان الطماطم مش باينه قوي، بس هتدينا لون احمر حلو. عايزه اقول لكم التشويحه دي بتدي طعم رهيب. هنا بقى ضفت معلقه كبيره من البابريكا عشان اللون بتاعه الجميل اللي هيكون معانا زي ما شفناه في اول الفيديو. هنشوفه مع بعض دلوقتي كمان لما نشوح فيه كده. بصوا اللون الاحمر بتاعه هيكون جميل ازاي. بصوا بقى بالشكل ده كده. هسيبه بقى مع بعض كده اهو شوية، وهرجع برضو اقلب فيه تاني. شايفين الجمال؟ نقلب بقى تقلبتين حلوين بالشكل ده. بصوا الجمال. استاهل لايك صح؟ عندي احساس كده ان انا استاهل لايك. حطي اللايك. اخبطوا لايك حلو كده عشان ايه؟ ان شاء الله في فيديوهات حلوة باذن الله هنزلها. محتاجة دعمكم طبعا، وانتوا اللي بتشجعوني يا احلى واجمل بنات في الدنيا. انتوا العيلة الجميلة الصغننة بتاعتي اللي هتكبر بيكم ان شاء الله. هنا بقى نزلت بمية مغلية كده اهو. اهم حاجة بقى في الخطوات ان انتي لما تيجي تزودي مية تزوديها سخنة جدا، تكون مغلية. ما تزوديش مية ساقعة لا خالص، يعني مش مية من التلاجة كده، مية اسفة من الحنفية وتضيفيها. لا، هي مية مغلية من الكتل. بصوا مش هياخد معاكي وقت نهائي بالطريقة دي. وفي مجرد ساعة هتاكلي احلى حمص شام. وبدل ما تروحي بقى على العربية، لا خديلك كوباية كده وقفي جنب عربية زوجك كده ولا حاجة واشربيها والف هنا. ممكن تعملي لك كيس حلو كده وتروحي على الكورنيش. ايه رأيك؟ وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش حط اللايك وتدعي لي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
ما تنسيش حطي اللايك.